السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هنشرح مع بعضينا إزاي تكون فني صيانة من الألف إلى الياء، ولكن بطريقة المبتدئين. يعني مش هنتكلم بصيغة إن الشخص اللي قدامي فاهم كمبيوتر وكده، لا ده أبيض. تمام، هنبدأ من الألف إلى الياء، يعتبر على مستوى المبتدئين، مش المحترفين ولا الناس اللي فاهمة في الكمبيوتر. هتعامل معاك على أساس إن أنت ابيض، مش عارف تجيب حتى الويندوز منين، ولا تحل مشاكلك منين، ولا عارف امكانيات جهازك ايه، ولا هتثبت ويندوز ايه. هبدا ان انا اوضح لك ازاي تعمل الحاجات دي، بحيث ان انت تحل اي مشكله موجوده عندك. ومعانا الاخ احمد هو اللي هيسالني الاسئله اللي هي اللي هنتكلم فيها النهارده، وانا باذن الله هجاوب عليها. ولو في اي غلطه عندي في اي اجابه ولا حاجه، اتمنى حد يصحح لي. عادي، احنا كلنا بناخد من بعضنا الاجابه وبنتعامل مع بعض واحد يعني. اتفضل يا عم احمد. مساء الخير يا هندسة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الفل يا باشا. دلوقتي أنا عايز أسأل حضرتك أول سؤال، عشان إزاي أعرف إن أنا محتاج أغير نسخة؟ يعني إمتى أحس إن الجهاز بتاعي بقى بطيء ومش تمام كده ولازم أغير النسخة، عشان أحسش إن هو مثلا قديم أو مش شغال معايا كويس؟ طيب، الأخ أحمد بيسأل إمتى يغير الجهاز بتاعه ويندوز، وإمتى يحس إن جهازه أصلا خلاص عايز يتغير له ويندوز. في إجابتين للسؤال دوت. في إجابة اللي هي عن طريق إن أنا بدأت أحس إن البرامج عندي تقيلة، بدأت أحس إن الأوامر اللي بديها للجهاز بتتنفذ بعد وقت طويل. تمام، برامج ما بتفتحش أساسا. الجهاز بقى فيه فايلات وتمبات وحاجات كده في السيستم متقلة جدا، فكل الحاجات دي بتخليك تقتنع ان انت لازم تغير ويندوز. طيب ايه الحل بتاعها؟ بما انك لسه راجل مبتدئ، او لسه يعني المستوى اللي هو الابتدائي خالص يعني، الصح ليك انك تغير ويندوز. ده الصح ليك انت. اما بالنسبة للناس المحترفين بيبقى ليهم طرق ينظفوا بيها ويعالجوا بيها كل المشاكل بتاع الويندوز من غير ما ينزل الويندوز ولا يفرمط ولا يعمل اي حاجة. هتعامل معاك على اول اجابة، اللي هي اجابة المستوى الاول، يعني اللي هو المبتدئ. لقيت جهازك بتفتح فايل مثلا بي دي اف، يطلع لك رسالة ضن في مشكلة. كده برنامج البي دي اف نفسه او الاكسبلور نفسه بتاع المتصفح بتاع الجهاز، اللي هو الاكسبلور بتاع الماي كمبيوتر نفسه. تمام، اللي هو لما بتضغط على زيز بي سي، ده اسمه الاكسبلورر، مش المتصفح. تمام، مش المتصفح بتاع ايدج مثلا. بتلاقيه ضرب، فما بيقدرش ان هو يعمل عرض للملفات، سواء بي دي اف او فيديو او صوت او ايا كانت الميديا اللي انت عايز تشغلها او الصيغه يعني. تمام، فده كده الميديا ضربت عندك او الاكسبلور ضرب. صوت مش راضي يطلع، فيديو مش راضي يطلع، لعبه مش راضيه تشتغل، برنامج مش راضي يتثبت، برنامج مش راضي يفتح زي اكسبلور مثلا او كروم. تضغط عليه يفتح معاك، تلاقيه ان هو يجيب لك ضن وينكس 32 مش عارف ايه كده. فكل دي مشاكل حلها الوحيد بالنسبه ليك كمبتدئ فورمات وتثبت ويندوز. تمام، اما بالنسبه للناس اللي هي التوب ليفل بقى والحاجات العاليه دي، هتلاقيهم في برامج بيصلحوا بيها المشاكل دي، وهنشرحها بعد كده باذن الله. وضحت ولا في حاجه تانية اظبطها لك؟ وضعت يا هندسة، الله ينور عليك، أنا كده الله فهمت. يبارك لك. أنا دلوقتي هندسة جهازي بطيء، يعني زي ما أنت بتقول كده بالظبط، عندي نفس المشكلة دي. فأنا أنزل له نسخة إيه؟ يعني أنا بلاقي نسخ كتير بقى، 7 و10 و11، أنا مش فاهم حاجة. معلم، حلوه صيغه السؤال، عجباني قوي. ازاي تحدد الويندوز بتاعك سواء 7 او 10 او 11، وامكانيات جهازك تسمح او ما تسمحش، صح كده؟ الله ينور يا هندسة. تمام. طيب مبدئيا احنا لازم نعرف ويندوز 7 ويندوز 10 ويندوز 11 عايزين متطلبات ايه. طيب هنعرف منين الكلام ده؟ هل هترجع لمايكروسوفت؟ مايكروسوفت بتقول لك راماتك 2 جيجا تثبت ويندوز 64 10 او 11. تمام، هل الكلام ده حقيقي؟ لا. مايكروسوفت بتديك الحد الادنى، اقل حاجه، اقل حاجه تثبت الامكانيات دي. تمام كده. طب انا اللي يهمني اداء، ما انا فرحتي ان انا مثلا هثبت لك ويندوز 11، وبعد ما اثبت ويندوز 11 الاقي الجهاز بيموت. ايه، انا فرحت ان انا ثبت ويندوز 11، ما هو الجهاز ما فيش اداء، ميت، ايه لازمته؟ تمام كده. طيب نفترض ان انا عندي الاجهزه القديمه البانتيوم والحاجات اللي هي التعبانه دي. تمام، الاساس بتاعها ويندوز اكس بي، الاساس ويندوز اكس بي. طب جهازك كور مثلا، كورت ديو، كورت كواد، كور اي 3 كده وطالع. نبدا من الكورت ديو مثلا. طيب عندي كورت ديو، الكورت ديو ده راماته كام؟
رامات 4 هندسه وجهاز حلو وانا معلم وبطير وبتاع، ماشي يا معلم. الهارد اللي عندك ايه؟ اس اس دي ولا اتش دي دي؟ اتش دي دي. طيب يبقى الصح انك تثبت ويندوز 7 32. يا عم ازاي 32 وانا رامات 64؟ لا دي ليها قصه تانية بقى، وانا هشرحها لك في الجزء اللي تحت بتاع الايه، ايه الفرق بين الويندوز 32 وال 64. بس في الحاله دي انت تثبت ويندوز 7، ده في رايي. طيب 7 32 يشتغل معاك زي الفل، وحاسس ان الاداء طياره معاك، بس عايز اواكب العصر، يبقى خش على ويندوز 7 64. 7 64 شغال معاك اكس و100 100 والبرامج شغاله والدنيا جميله. رقي وعلي، تعلي الكام بقى ل 10، بس 10 ال تي اس سي اللي هي المخففه، الاصدار 1908 او 1809 حاجه زي كده، اللي هو ال تي اس سي انتربرايز. تمام. طيب لقيته شغال معايا بطيء، يبقى انت اخرك ويندوز 7 32، انزل لتحت سنه. ما دام لقيته تقيل على اول اصدارات الويندوز 10 مثلا مخففه، خلاص كده. فكل ما امكانيات جهازك تعلى، كل ما تديله وعلي الليفل بتاعك في الانظمه اللي انت عايز تثبتها. يعني اكس بي سريع خش على 7، 7 سريع خش على 8.1، حلو زي الفل خش على 10. جه عند 10 لقيته تقيل، لا ابدا انزل بقى عشان تبدا تشتغل ويديك كفاءه واداء. تمام يا هندسه، الله ينور. بس انا معلش في حاجتين ما فهمتهمش من كلامك. يعني انت بتتكلم كده انا كنت معاك. اول حاجه انت قلت الامكانيات وانا مش عارف اصلا اعرف الامكانيات ازاي. يعني انا اخش اعرف منين امكانيات جهاز؟ دي حاجه. تاني حاجه النسخه، قلت لحضرتك ال تي سي، انا ما فهمتهاش برضو او دي. يعني فهمت ان هي مخففه بس. طب بتتقارن مع ويندوزات تانية ولا ايه دنيتها ولا؟ بس كده عايز زي افهم الفل، النقطتين دول. زي الفل. يبقى احنا ازاي نعرف امكانيات الجهاز بتاعنا، صح كده؟ عشان نحدد الويندوز اللي انت هتثبته عليه، ده سؤالك صح كده؟ بالظبط كده. طيب في عندنا معدل 5 طرق او 6 طرق. تمام. في منهم الطريقه اللي هي الاحسن طريقه اللي انا بستخدمها انا عن نفسي، عن طريق الميني ويندوز، وطبعا ده كلام للمحترفين فسيبك منه. نرجع للايه، لل5 التانيين. تصدق في طريقه 7 كمان. ال7 دي ان انت اصلا مش محتاج تعمل لا تيست للمواصفات ولا الكلام ده، انا ببص للجهاز عارف الجهاز ده اصلا مواصفاته ايه وامكانياته ايه من غير اي حاجه. طبعا ده برضه للمحترفين، اركنه على جنب. تعالى ندخل على ال5 التانيين. ال5 التانيين اول طريقه اللي هي البدائيه خالص، البدائيه خالص، هتقف على زيز بي سي او على ماي كمبيوتر وهتضغط كليك يمين بروبرتيز. تمام. اللي هي بتكون بالشكل اللي انت شايفه ده كده، هنا كده اهي، كليك يمين كده بروبرتيز اهي، بيفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه ده كده. بتعرف هنا ان الجهاز ده كور اي 7 جيل سادس، يبقى ده كده جهاز محترم. طبعا احنا هنشرح الاتش كيو والكلام ده فيما بعد. تمام. معنى كده ان الجهاز ده كور اي 7 جيل سادس وراماته 16 اهي. تمام كده. وعندي هنا المعالج 64. طب المعالج 64 يبقى انا لازم انزل له ويندوز 64 اهو، بيستند الى 64. يبقى كده الجهاز ده محترم. ابدا ان انا اثبت له بقى ويندوز 10، اقل حاجه 10 وطالع ل 11، ولازم يكون 64 مش 32. دي كده اول طريقه. الطريقه الثانيه انا حتى هنا مسجلهم لك اهي، تقدر ان انت تضغط على الت كنترول ديليت، او تدخل على السي ام دي مثلا زي كده. خلينا في الالت كنترول ديليت اهي، تاسك مانجر، وبتدخل على القائمه دي بتاع البرفورمانس، وبتشوف هنا بتلاقي السي بي يو. السي بي يو بتاعك بيقول لك هنا البروسيسور بتاعك اهو كور اي 7 اهي. اتمنى بس يكون الشرح واضح يعني. كور اي 7 اهو جيل سادس اتش كيو، وسرعه البروسيسور والمعالج بتاعي 2.6 جيجا هرتز. كده انا عرفت البروسيسور بتاعي ايه وضعه، والسرعه بتاعته هنا تظهر في المكان ده، بيبقى 2.6 وبيعلى معايا ل 3 وي 3200 3300 زي ما انت شايف كده. وهنا التريد طبعا ده حاجات للفنيين يعني المتخصصين وكده، سيبك منها. الرامات بتاعتي هي عشان اتاكد هيظهر عندك هنا ان هي 16 جيجا اهي، الاجمالي فوق اهو 16 جيجا. وضحت؟ طيب في عندي هنا الاس اس دي او الهارد ديسك، عندي واحد اهو مكتوب جنبيه ديسك 1 وديسك 0، الاثنين اهو. الاولاني ده هتلاقي اس اس دي 256، معنى ان هو اس اس دي يبقى انا لازم ايه،
اثبت ويندوز 10 او 11 لان كده الجهاز هيبقى سريع معايا. تمام كده. عندي هنا الهارد التاني ده اتش دي دي، خلاص ده كده معروف ان هو لتخزين الداتا اللي هو السيجيت 1 تيرا مثلا او ايا كانت المساحه اللي عندك. ودي بقى الفلاشه، وده كارت الايثرنت والواي فاي، وده كارت الشاشه الداخلي وكارت الشاشه الخارجي السي بي يو او الجي بي يو. تمام كده. الجي بي يو الاولاني ده مكتوب هنا انتل اتش دي جرافيك اهو، ده كده موديل 530 زي ما انت شايف كده. الكارت الخارجي اهو، الكارت الخارجي هنا داخل في 11 جيجا و900 يعني معدل 12 جيجا. طب اصلا هو كام؟ شايف كلمه ديتكتد جي بي يو دي 4 جيجا اهي، معنى كده ان هو كارت الشاشه الاساسي الفعلي اللي عندي 4 جيجا بس، واخد شير من الرامات بتاعتي واصل لكام؟ واصل ل 12 جيجا، يعني واخد مثلا معدل 8 جيجا من الرام بتاعي. فهمتني كده؟ يبقى كده الجهاز ده لازم ينزل له ويندوز 11 او ويندوز 10 او 11، يعني 10 اقل حاجه 10 وبعد كده 11 يا معلم. خلاص كده؟ يعني 10 11 بدماغك انت على حسب بقى اهوائك او الزبون عايز منك ايه. دي كده طريقه. تمام. في طرق تاني بس طرق احترافيه بقى، يعني مش طرق برضو. هتدخل على السي ام دي، تعالى كده اشرحها لك على السريع برضه اهي. هنا كده في المكان ده اهو على ستارت، وبتضغط كليك يمين رن اهي، وبتكتب هنا الامر اللي انت شايفه ده دي اكس دي اي اي جي. انا هاخد لك كل الكتابه اللي انا كاتبها دي واحطها لك في الايه، في صندوق الوصف. وهنقول له مثلا هنا، استنى انا بعمل مش المفروض اكتب هنا سي ام دي اساسا، سي ام دي زي ما انت شايف كده، سي ام دي كده، وبعد كده انتر. بيظهر معايا الشاشه السوداء دي زي ما انت شايف كده، بكتب فيها الامر ده كده دي اكس دي اي اي جي. تمام كده. واقول له انتر، بيقول لي يس ونو، بقول له يس. هيجيب لي بقى دلوقتي، هيجيب لي شاشه كامله فيها كل البيانات بتاع جهازي زي ما انت شايف كده، والتحميل شغال اهو. بيقول لي هنا ان الجهاز ده عليه ويندوز 10 وضعه كذا واللغه كذا، وجهاز ديل انسبيريون و7559 والبايوس بتاعه كذا، مواصفاته كذا كذا كذا، وراماته كذا كذا، والدايركت اكس اللي فيه 12 يدعم دايركت اكس 12. تمام كده. وعندك البيج فايل الاساسي عندك اللي هو من الرامات، واخد من الرامات واخد معدل 3 جيجا 821 ميجا. تمام. يعني نفهم ايه من القصه دي؟ نفهم ان احنا فيما بعد لازم نبقى عارفين ان الويندوز بتاعي بيطلع منه حاجه اسمها بيج فايل شير للرام، وشير مش للرام، شير لكارت الشاشه عشان يعلي معاك بدل الكارت ما هو 4 جيجا يطلع ل 12. مش بتروح محلات يقول لك، بتقول له كارت الشاشه اللي في الجهاز ده كام هندسه، يقول لك ايه 4 جيجا اب تو 12 جيجا. بيحصل ولا لا يا عم احمد؟ بيحصل يا هندسة والله. ما تاخدش منه ما تشتريش منه اللي زي ده هيشتغلك كارت الشاشه تقل 12 ايوه جيجا. اشتريت قبل كده هندسة، كارت شاشته كان كده وكان تعبان لان الله هو ينور استهلك عليك. من الرامات، فلما استهلك منها جهاز بقى بطيء اصلا. الجهاز هو بقى خد بطيء منها. لان الرامات عندك خلاص انت خدت نصها لكارت الشاشه للبيك فايل وشغال بالباقي. نفترض مثلا عندي الرامات 4 جيجا، ال 4 جيجا دول انا عندي الويندوز بالسيرفيس بتاعته واخده مساحه مثلا عندي مثلا 1 جيجا و200. ده لو الويندوز اصلا لايت وخفيف 1 جيجا ونص مثلا. وعندك البرامج نفسها اللي انت مثبتها على الجهاز قول مثلا واخده زي 1 جيجا برضو وكسور، ادي انت كده دخلت في 3 جيجا. تمام. طيب والباقي بيروح شير لكارت الشاشه، يبقى ال 4 جيجا اتعدم وخلاص، مفيش عندك مجال. يبقى انت لازم تعلي في الرامات، غير ان الهارد ديسك بيبقى عندك بطيء اللي هو الاتش دي دي، فلازم تعلي الاس اس دي. طب انا اعلي الاس اس دي ولا اجيب رامات واعلي الرامات مثلا ل 16 ل 16 جيجا مثلا او كده، واخد بالك؟ لا يبقى انا اجيب اس اس دي احسن. طبعا الحاجات دي احنا هنشرحها فيما بعد باذن الله. واضح كده؟ طيب في برضه وضع عندي هنا، الهندسة الله ينور عليك. في عندي هنا برضو في القائمة دي فيها الديسبلاي. معلش اصل النقطة دي هتلاقي فيها 4 طرق 5، ممكن اشرحهم ولا اختصر؟ هندسة اشرح لي كل هندسة، انا عايز اعرف كل الطرق. طيب هنيجي هنا كده بعد ما شفنا القائمة اللي انت شفتها دي كده اهي، ادخل هنا على ديسبلاي، بيجيب لي مواصفات الكارت الشاشة الاولاني اهي،
بالديتكتد بتاعه. شفت موضوع الصوت بقول لك التقيل ده؟ المهم الديتكتد بتاعه هنا بيبقى مثلا ده الكارت الداخلي الانتل 128 واصل معايا ل 8 جيجا 109، ده الداخلي. طيب نيجي للكارت التاني، هتلاقي الكارت التاني اللي هو النفيديا زي ما احنا اتكلمنا وقلنا عليه. خلاص كده خلصناها ديت. هيجي هنا الكارت التاني اهو 4 جيجا واصل ل 12 جيجا و157، ودي قائمة التعريفات بتاعته. وده نظام كارت الصوت بتاعه، بيجيب لك كل ما هو خاص بالصوت والمداخل والمخارج وقصة كده تانية خاصة بالوايرلس يعني واليو اس بي. طيب كده عرفنا بالطريقة دي. ايه الطريقة اللي بعد كده يا معالي الباشا؟ الطريقة اللي بعد كده ان انا اكتب الامر ده، والامر اللي انا هقوله لك دلوقتي هو والامر اللي بعده مهمين جدا جدا جدا. ليه؟ بيجيبوا لك كل فتفوتة في الجهاز. ما تملش يا احمد، احنا بنشرح باستفاضة. ما مليتش. بتيجي هنا برضو بعد ما بتكتب هنا كليك يمين على الرن او ابدأ وتكتب السي ام دي، هيفتح لك الشاشة اللي انت شايفها دي. هتكتب هنا كده الامر بتاعك اللي هو ده، وطبعا انا هكتب لك كل الكلام ده هناك بحيث انك تاخده كوبي على طول. ام اس انفو 32 تمام اهي، ام اس انفو 32 وتضغط انتر. بيجيب لك كل قصة حياة الجهاز اهو، سواء بقى سوفت وير او هارد وير اهي، بكل قطعة زي كده. السيستم سيموري هنا كده هيجيب لك كل مواصفات الويندوز نفسه بالبيلد بتاع الويندوز، باسم الجهاز، بموديل الجهاز، بنوع الجهاز، بمواصفات البروسيسور بتاعك اكس 32 ولا 64، وادي التوصيف كامل بتاع البروسيسور، حتى النظام البوت يو اف اي ولا ليجاسي. يعني انت تقدر من هنا تعرف الويندوز عندك شغال ام بي ار ولا جي بي تي من هنا. وحاجات هنا بقى كتير بقى زي الرامات والشير واللي باقي من الرامات، الفيزيكال ميموري والفيزيكال ميموري تمام، والمتاح من الميموري اهو، والتوتال نفسه قصه كده كبيره يعني. وادي البيج فايل اهو ومكان البيج فايل. طبعا الحاجات دي ممكن تكون مش مفيده بالنسبه لك، بس هي بالنسبه لي انا مفيده جدا يعني. عندك هنا لو انا دخلت على الحاجات دي بقى واحده واحده كده زي ما انت شايف كده، ادي المالتي ميديا وادي الديسبلاي، بيظهر لي هنا كل حاجه عن الكارت. الكارت ده اصدار 960 ام جي تي اكس نيفيديا جي فورس تمام كده اهو. وعندك الكارت اللي هو الانتل اهو، انتل 530 تمام كده. قصة حياة الكارت كلها هتلاقيها موجودة في المكان ده. تدخل بعد كده المودم بقى والنتورك والبورتات اللي هي الفتحات بتاع اليو اس بي بتاع الجهاز، في كام فتحة وفي كام فتحة شغالة وكام فتحة فاصلة مش شغالة، واخد بالك؟ مش قارية يعني انت تعد هنا في 1 2 3، تيجي تشوفهم هنا تلاقيهم بس بورت واحد، يبقى معنى كده ان في مشكلة في البورتات دي او فيهم واحد مش شغال تمام كده. وادي السيستم درايفرز دي بيجيب لك كل التعريفات اللي في الجهاز عندك زي ما انت شايف كده. طيب نطلع من القصة دي ندخل على اللي بعديها اللي هي السيستم انفو. سيستم انفو دي احسن حاجة اتعملت في تاريخ الايه، السي ام دي اللي انا شايفه ده بيجيب لك كل حاجة هنا عن طريق السي ام دي. بس طبعا دي يعني مش هتبقى للناس المبتدئة، دي تعتبر للايه، الناس اللي هم الفنيين يعني اكتر، فاهمني؟ دي كده يعتبر كل الطرق اللي هي ايه، اللي تعرف بيها مواصفات جهازك وامكانيات جهازك وقدرته على تشغيل الويندوز المناسب، بتحدد بناء عليها. دي كده كل الطرق. طبعا في طرق تانية عن طريق اسطوانة الصيانة، بس دي عايزة ايه، الناس اللي هي المحترفة يعني، وشرحناها قبل كده. كمل يا عم احمد. الله ينور يا هندسه. انا عندي سؤال، احنا كده خلصنا النواه المتوافقه مع امكانيات جهازك صح كده؟ خلصنا النواة المتوافقة، اختيار النواه دي خلاص خلصت. احنا عرفنا بس كده مواصفات جهازنا. حلو. انا دلوقتي عايز اعرف يعني بعد معرفه المواصفات، انت قلت لي من شويه هندسه على حسب بقى كورت ديو والكلام ده اللي هو ايه، اختار ويندوز 7 32 ولا 64 وكده. حلو ماشي. نخش طب بقى هندسه على النسخ. انا بسمع نسخ كتير قوي يعني هوم وبرو وانتربرايز وسيرفر، انا مش فاهم اي حاجه من الكلام ده خالص. تمام، مش فاهم اي حاجة من الكلام ده. بص يا عم احمد،
مبدئيا احنا كده هنقول ازاي اختار نواة الويندوز المتوافقة او الكرنل نفسه، كرنل اللي هو ال 32 او ال 64. فاهمني؟ اختار مظبوط يا الويندوز هندسه. بتاعي 32 او 64. السؤال ده مهم جدا، مش تافه ومش ملوش لازمة، ده مهم قوي. مبدئيا انا عندي مثلا دلوقتي وليكن جهازي رامات 4 جيجا. ما دام 4 جيجا يبقى انا لازم الصح ان انا اشتغل على ويندوز 64، ده الصح. بس معلش انا عندي الهارد اتش دي دي، فلازم انزل شويه. يبقى ما تقوليش 11 بقى، ما دام الهارد اتش دي دي خلينا في ويندوز 10. طب 10 مثلا بطيء معايا ليه؟ لان انا زي ما اتفقت انا وانت عندي كارت الشاشه بياخد شير للشاشه، صح كده؟ بياخد 1 جيجا ونص مثلا او 2 جيجا او المتاح في الويندوز اللي الويندوز بيديهوله. طب طار نص الرامات والنص التاني على قد الويندوز، طب البرامج والتطبيقات اللي انا هفتحها هيشتغل الجهاز ازاي؟ بيموت الجهاز. يبقى انا لازم انزل لويندوز 7 64 مثلا. ظبط معايا 7 64 خير وبركه، ما ظبطش ارجع ل 32 7 32 هيشتغل معايا كده الجهاز. ده كده بالنسبه ازاي اختار نواه الويندوز المتوافقه مع امكانيات جهازي. ابدا من القليل واطلع لحد العالي. لقيت الاداء عندي بقى تقيل، لا انزل سنه، افضل انزل سيكه كده لحد ما الاقي الجهاز معايا شغال تمام، يبقى هو ده الويندوز المتوافق مع امكانيات جهازي. طب لو انا حبيت ارقي، الحته دي بقى مهمه مش مكتوبه اساسا، حبيت ارقي واعلي من جهازي، هل اشتري رامات زياده ولا اشتري معالج ولا اشتري اس اس دي؟ الاس اس دي هيزق معاك حلو قوي وهيوفر عليك كل حاجه سواء معالج او رامات. يعني الاس اس دي اهم من الرامات. واضحه دي كده؟ الاس اس دي اهم من الرامات. طيب في نقطه تانية يا جميل، انا دلوقتي عندي المعالج تعبان جدا جدا جدا، الاس اس دي هيفرق؟ لا، يبقى انت كده بتموت في الاس اس دي بالبطيء. يعني كانك مثلا في مثل كده، مش بس انا مش عايز اقوله عشان يفضل الفيديو حلو يعني. مش هيبقى حلو. انت كده بتقتله، كانك جايب وحش بس انت مسلسله كده بسلاسل، مش شغال بكامل طاقته معاك. تمام كده؟ يبقى الافضل ان انت تشتري هارد اس اس دي، بس برضه تشوف البروسيسور بتاعك يكون حلو، يكون محترم ابن حلال. اقل حاجه كورت ديو مع اس اس دي مع رامات بدل 4 تخليها 8 12 16 كده انت معلم. ابدا اعلى بقى من 7 64 لحد ما ترفع ل 11 و12 لسه ما نزلش. تمام كده؟ تمام يا هندسه. معلش، طب بحرق انا عندي كتير انا، سؤال في صح؟ الحته دي بحرق معلش. كتير. لا ولا حرق ولا حاجه يا هندسه، على فكره النقطه دي كانت مكتوبه بس انت سبقت، مش مشكله. تمام، بس انا عندي مكتوبه سؤال تحت. دلوقتي. اتفضل. انا دلوقتي عندي جهاز يا هندسه، اول حاجه اشوف البروسيسور، صح كده؟ يعني اشوفه كورت ديو ولا ميت خالص تعبان. لو لقيته كويس وعندي مثلا رامات 4 وعندي اتش دي دي، اجيب اس اس دي الاول ولا رامات؟ اس اس دي، صح كده؟ اس اس دي، وبعد لان كده اعدل انت الرامات. لو جبت رامات وركبت الرامات مش هتحس بفرق. الرامات مش كل حاجه، الرامات ملهاش صح، يعني الاس اس اي دي لازمه. الاولويه. الرامات ملهاش اي لازمه جنب الاس اس دي والام 2. لو عندك ام 2 وعلى نفس الرامات بتاعتك لو 2 جيجا وثبت ويندوز على الام 2 مثلا او على الاس اس دي واشتغلت ورامات 2 جيجا، الجهاز هيبقى معاك اكس. تخيل بقى. ما تقوليش بقى لو خليتهم 4 جيجا هيفرق، لا مش هيفرق عادي. يفرق امتى بقى؟ في ال 16 وال 8، يعني من 8 جيجا وطالع 16. ليه؟ هيدي شير لكارت الشاشه عالي، فكارت الشاشه يديك الطاقه بتاعته كامله، البروسيسور طاقته كامله، الرامات طاقتها كامله. الويندوز يشتغل معاك فيه براح. عارف انت زي ما تكون بتثبت ويندوز على السي وحجم السي 20 جيجا والويندوز حجمه 19 جيجا ونص كده، الجهاز عامل بيبقى كده. بطيء يا هندسه. ولا انا عارف افتح برنامج. لو فتحت المتصفح، ما المتصفح بيفرش لي برضه في السي، على كل ما بفتح تابة بيفرش لي ملفات في السي، بيعتمدها زي بديل للرامات علشان الجهاز يعني يكمل معاه. فاهمني؟ فانت كده بتخنق الجهاز. طب انت على الخنقة دي كلها الجهاز كده هيعمر معاك، هتلاقي الحرارة تعلى ويسخن الجهاز ويجيب اخر ما عنده، وفجأة تلاقيه راح مرستر منك. طب راستر ليه؟ لان الطاقه اللي داخلاله والجهد اللي هو بيعمله اعلى والطاقه اقل، مش قادر، جاب اخره، فتلاقيه راح طافي منك.
عشان يبرد، اللي هو بيقول لك ارحمني، بس بطريقه الايه الاسمبلي بتاعته الزيرو والوان، لان هو الكمبيوتر ما بيتعاملش معاك الا بالزيرو والوان. تمام، دي قصه تانية دي سيبك منها. تمام يا هندسه، يعني الاولويه للديس اس دي، بعد كده بفكر في حوار الرامات. اس اس دي، وبعد كده رامات، وبعد كده اعلي بقى من البروسيسور والرامات مع بعض واخد اعلى اداء. الله ينور. تمام يا هندسه، الله ينور، انا كده فهمت. النسخ بقى يا هندسه عشان دي بتتوهني، انا مش فاهم الفرق ما بينهم، البرو والهوم والانتربرايز والحاجات دي. طيب الفرق بين الويندوز الهوم والبرو والانتربرايز والورك ستيشن والسيرفر هجيبهم لك من تحت خالص. السيرفر ده مخصص للناس اللي بتشتغل شبكات وسيرفرات للمؤسسات، سواء مؤسسات حكومية او مؤسسات خاصة، تمام، او شركات. وكل ده يندرج تحت قائمة الايه الشبكات، مهندسين الشبكات. وطبعا احنا الكورس احنا عاملينه لمستوى البطيخة، اللي هو ايه الشخص المبتدئ، صح كده؟ يبقى اركن لي ويندوز سيرفر ده ليه قصة تانية، لان انت لو دخلنا في المجال ده انت كده دخلنا في الاحتراف. اركن لي بقى ده على جنب. ويندوز ورك ستيشن ان او ورك ستيشن بس، ده مخصص لاجهزه معينه، اللي هي تلاقي جهاز فيه رامات 128 جيجا رامات، وفي 2 بروسيسور كور اي 9 او كور اي 7، 2 بروسيسور. انت متخيل جهاز فيه 2 بروسيسور سي بي يو وفانات، وفيه 20 بنك للرامات، كل واحد فيهم السلوت بتاعه مثلا فيه 20. انت متخيل؟ وكل رامه تلاقي 32 جيجا او 64 او 128 جيجا، فبيعلى معاك اوقات لواحد تيرا رامات. هو ده السيرفر، بيبقى كيسه معينه ما ينفعش ينزل عليها بقى ويندوز هوم او برو ولا انتربرايز، لازم ينزل عليها ويندوز ورك ستيشن، هو اللي بيستحمل الحاجات دي، مخصص لكده. وضحت النقطتين دول؟ وضعت يا هندسه، يعني انا كده هتعامل، انا كشخص عادي هتعامل مع 3 حاجات، الله الهوم ينور والبرو والانتربرايز، ماليش دعوه بالحاجات التانيه دي للمحترفين. الله ينور عليك. تعالى بقى ندخل على الانتربرايز. الانتربرايز دي يعتبر من اكفأ واحسن وانظف الويندوزات اللي تشتغل عليها في حياتك، بس مش مخصصه لليوزر العادي، مش مخصصه لليوزر العادي، دي مخصصه لناس معينه، اللي هي زي مثلا انا عندي شركه وفيها سيرفر ورك ستيشن او ويندوز سيرفر الاخير اللي احنا قلنا عليه تحت بتاع الشبكات والمؤسسات. يبقى لازم الويندوزات اللي عندي على الاجهزه بتاع الموظفين يا اما تبقى هو برو او انتربرايز، يا برو يا اما انتربرايز. تمام، البرو هشرحها لك مش دلوقتي، خلينا في الانتربرايز. الانتربرايز فيها دعم كامل للشبكات ودعم كامل لاتصال الاجهزه مع بعضيها، سواء ماك، يعني مثلا في اجهزه ماك على الشبكه، واجهزه مثلا ديسكتوب وليكن بنظام ويندوز باشكاله اكس بي 7 10 8 ايا كان، بتدعم معاك الدخول على كل الاجهزه دي وتست كامل للشبكه وامورك تمام. دي نقطه خاصه بموضوع الشبكات. تاني نقطه، شير طبعات حوالين الشبكه تشتغل معاك دعم كامل 100 كل اللي انا قلته دلوقتي ده ينطبق برضو على البرو، الاتنين دول واحد، لكن الميزه اللي في الانتربرايز ان هي تدعم معاك الشغل على البرامج الهندسيه والبرامج الصوتيات، برامج المونتاج والصوتيات والفيديو، اللي هي المرئيات والصوتيات الاتنين. يعني مثلا الجماعه بتوع الاستوديوهات اللي بيشتغلوا على استوديو 1 والفورتي لوبز والحاجات اللي هي الصوتيات وكده بمختلف انواعها، يعني بدون ذكر برنامج معين. اي حد شغال هندسه صوتيه لو انت سالته بعيد عني حتى يقول لك الويندوز الانتربرايز اشتغل 100 ما عنديش اي مشاكل معاه، خصوصا كروت الصوت الخارجيه بتظبط مع ويندوز انتربرايز. يبقى كده ويندوز انتربرايز بيختلف وبيتميز عن ويندوز برو بسبب النقطه دي، بيعالج مشاكل كروت الصوت الخارجيه وكروت الشاشه الخارجيه مع برامج المونتاج والصوتيات. تمام كده؟ واضح دي ولا اعيد لك حاجه فيها او اوضح لك حاجه فيها؟ لا تمام برضه دي مش ليا، المستخدم العادي، انا يا برو يا هو. الله ينور حلو. عليك. البرو نفس اللي انا قلته ده، بس طبعا ما فيهاش بقى حوار الكروت الخارجيه والكلام ده والصوتيات والمرئيات، لا ما فيهاش الكلام ده خالص. هي تشتغل معاك كانك يوزر عادي على نظام كارت الصوت الداخلي وبرضه الخارجي، بس مش بتاع الناس اللي هي بتاع الاستوديوهات، لا كارت الصوت عادي خالص اللي هو ابو 30 40 جنيه، واخد بالك؟ يشتغل معاك ويعرفوا لك والدنيا تبقى تمام، لكن ما فيهاش دعم كامل لكروت الصوت الخارجيه. فاهمني؟
كروت الصوت اللي هي خاصة باستوديوهات الصوتيات، الاستوديو، مش الشغل اللي هو مايك وسماعة وقاعد على قد اليوزر العادي، لا دي حاجة تانية. طيب بالنسبة بقى للبرو على السريع كده، تشتغل معاك على الشبكة الداخلية 1000 وتشتغل على الشبكة الخارجية، يعني على نظام ويندوز سيرفر، وتفتح التابة بتاعت الويندوز سيرفر وتدخل على سيرفرات بره مصر وداخل مصر وداخل أي مكان وبره أي مكان، تشتغل معاك زي الفل، زيها زي الانتربرايز برضه. ولكن نظام شير الطبعات على الشبكة يشتغل معاك أكفأ من ويندوز هوم، لأن ويندوز هوم ما فيهوش شير طبعات على الشبكة، ما فيهوش دعم كامل للشير على الشبكة، بيعمل معاك دايما مشاكل. تمام. واحسن ويندوز برو احسن من ويندوز هوم في النقط دي، يشتغل معاك دعم كامل على الشبكه، دعم كامل للطبعات، خدمات البرنت سبيلر بتبقى شغاله معاك بكامل طاقتها، ما فيهاش اي مشاكل، يوزرات وجروب بوليسي وصلاحيات والدنيا دي شغاله زي الفل، احسن من ويندوز هوم. وينفع ويندوز برو ينفع مع اي يوزر في الكوكب، اي يوزر مش هيقول لك لا، وهيشتغل معاك حلو. بس المشكله ان في خدمات كتير تبع مايكروسوفت انت مش هتحتاجها وما تعرفش عنها اي حاجه اساسا، ولذلك بنحتاج ان احنا ايه نشيل بقى منه مثلا الخدمات الزياده والسيرفيس الزياده، او بنستخدم الويندوزات اللي هي اللايت. تمام. ده كده بالنسبه للبرو. نتكلم عن الهوم. يا هندسه، يعني انا دلوقتي برضو فهمت منك، بس انا في البيت مش هيفرق معايا كده هوم من برو ولا ايه؟ بتكلم في البيت عادي، في مستخدم البيت عادي. كيوزر عادي، مستخدم عادي. طيب انت كيوزر عادي راجل بتدخل تشغل اغنيه، فيلم، صوت، فيديو، ملف PDF، تتفرج على فيلم، تلعب لعبه خفيفه، لعبه تقيله، الحاجات دي كل ده يشتغل معاك على الهوم 1000 واحسن من الويندوز البرو. كل ده يشتغل معاك على الويندوز الهوم احسن. ليه بقى؟ ويندوز هوم ما بيدعمش شبكات زي ما احنا قلنا، فبيوفر لك الطاقه اللي كان بيديها للشبكات بتاع ويندوز برو، مش موجوده في الهوم، فبيوفرها لك. انت كده وفرت شويه سيرفيس صح كده؟ اللي هو بيوفره لك ده بيديه لك لكروت الخدمات التانية، صوت بقى، فيديو، نقل على فلاشة، السرعة والحاجات دي كلها بتفرق معاك في الأمور دي. ولذلك الهوم للاستخدام الشخصي أحسن من ويندوز هوم، من ويندوز برو، أحسن من الانتربرايز، أحسن من السيرفر، وأحسن السيرفر ده ليه أصلا قصة تانية مالناش دعوة بيه خالص. فالهوم أسرع من البرو، أسرع من كل الويندوزات اللي احنا اتكلمنا عنها دي. نيجي بقى لحاجة أهم من كل الويندوزات اللي احنا اتكلمنا عليها دي، مش مكتوبة في القائمة اللي موجودة معاك، ويندوز كنت LTSC. اتفرج عليها يا هندسه، بسمعه كتير ومش فاهمه. ال LTSC صح كده؟ ايوه يا هندسه، بسمعه ناس كتير بتنصحني بيه، بس انا مش عارف ايه ده. الويندوز ال LTSC أخف ويندوز نزل رسمي من مايكروسوفت، ومخصص للأجهزة الخاصة بالشركات والمؤسسات. ده كلام مايكروسوفت، وحقيقي كلامهم طلع صح. بتيجي تستخدمه بيشتغل معاك بكامل طاقته وكامل كفاءته، وما فيهوش اي مشاكل، وما فيهوش سيرفيس مفتوحه زياده تستهلك في الرامات، لانه عارف ان الجهاز ده جهاز شغل فقط لا غير، مش عايزين بقى خدمات بقى شغاله في الخلفيه والبروسيسور بياكل في نفسه، فبيديك كامل الطاقه بتاع الجهاز بتاعك. وده احسن ويندوز في رايي تشتغل بيه، اللي هو الاصدارات ال LTSC. تمام كده، اللي هي اصدار 2019 بالذات، ما تقوليش بقى اصدار 21 واصدار مش عارف ايه واصدار ايه. تمام كده، 2019 بس. بعد ما تثبته ادخل حدث النت فريم ورك بتاعه لاخر اصدار مدعم لويندوز LTSC. تمام كده، اشتغل معاك الجهاز كامل طاقته بروفيشنال اكس. كمل يا باشا، اتفضل. يعني انا عندي سؤال دلوقتي جه في دماغي هندسه. لو اتفضل. انا عندي جهاز مثلا هو بيشتغل على ويندوز 7 64 وزي الفل واكس، وانا نفسي من غير ما اجيب SSD ولا اجيب اي حاجه، نفسي اجرب ويندوز 10، انزل ال LTSC ده واجرب ولا لا؟ الحل الوحيد ليك ال LTSC، ده الحل الوحيد ليك، اسلم واخف ويندوز نزل لحد دلوقتي. وفي على فكره بالمناسبه اخف من LTSC اللي هو ال LTSB الاصدار الاقدم، ده بتاع سنه 2016 و2015، بس في الامان والحمايه مش زي الويندوزات الحديثه، في رقع ويعني ثغرات امنيه كتير، فلازم تحدثه. وتيجي تحدثه هيجيب لك ان انت لازم تحدث الايزو نفسه كامل،
وبعد ما تحدث وتنزل 4.5 جيجا من على النت هيثبت لك ويندوز جديد، وتلاقي بعد كده البيلد بتاعته مثلا او الاصدار بتاعه تلاقيه 19.09، ويحدث بعد كده 21.0 مش عارف 1 او اتش 1، وبعد كده اتش 2، يفضل ينزل لك يجي 30 جيجا لحد ما يحدث لك لاخر اصدار. فنصيحه ال تي اس سي، اقفل الابديت، حدث نت فروم ورك، حدث الانتي فيروس الويندوز ديفندر، ما تحذفوش. سيبك من الناس اللي تقول لك احذف لي، ده بياكل في الرماد، ما لوش علاقه بالرماد، ده غلبان، ده طيب ابن حلال، مش زي البرامج التانية اللي بتعمل فحص وتاخد ريبورت وتقرير كامل وترفع للشركة زي افاست ويسرب معلوماتك. فاهمني؟ ال تي اس سي حلم لاي حد عايز يشتغل على ويندوز 10 وامكانيات جهازه من ابو كلب، اللي هو التعبان، ابو كحة، ابو كرتونة، بس كده. ما بقول تمام لك يا انا بحب هندسه، اقلش معلش على احنا نفسي طولنا بقى. في الحته دي، اسال اتفضل، ولا نخش في اللي بعدها؟ اسال براحتك، يعني انت كيوزر عادي هقول لك اسال يا هندسه. براحتك. حلو. انا ساعات بلاقي ويندوزات بتبقى جيجا ونص جيجا وجيجا و200. ايه يعني حضرتك كنت منزل قبل كده نسخه ويندوز 11 كانت جيجا و200، يعني الحاجات دي بتبقى ايه بقى؟ يعني دي اصلا نسخه ازاي؟ اقول لك يا باشا، دي بتبقى ويندوز كامل بيور، دخل على برنامج ان لايت بيحذف منه كل الخدمات وكل السيرفيس والنت فورم ورك والفيوتشر بتاع الابديت وكل حاجه بتتحذف. وطبعا الحاجات دي على قد ما مفيده على قد ما هي مضره لواحد زي انا ما اعرفش اشتغل على جهاز زي ده او على ويندوز زي ده ما فيهوش الفيوتشر اللي انا عايزها. لكن حلوه لواحد قاعد بس على قد ان هو يشغل اغنيه او فيلم او ملف بي دي اف او وورد او اكسل او حاجه بسيطه بس. طيب هل انا بنصح بيها؟ لا ما انصحش بيها، العمر بتاعها زي الزفت، ممكن فجأة مفيش ثبات بتقع الويندوز على طول، ما يعمرش معاك. فاهمني كده؟ لكن ال تي اس سي 100 100. الهوم نفس القصة، البرو مستقرة، الانتربرايز مستقرة جدا 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 جدا. لكن الويندوزات اللايت مع احترامي لكل اللي بيعمل ويندوزات، سواء بقى الناس البروفيشنال او الناس اللي على قدهم زي حالاتي كده، ده انا ما بستخدمش النسخ اللي انا بعملها اساسا. ليه؟ لان في ناس اكفأ مني كتير عاملين، فانا ابقى راجل مجنون لما اقعد اعدل واعمل وهنطح مين انا؟ فاهمني؟ في ناس توب التوب، فبختصر وبستخدم الويندوزات بتاعتهم. فاهمني؟ احسن من ان تمام انا يا اقعد هندسه، يعني اعدل برضه واعمل. فهمت منك نقطه كمان، الامان، حته الامان دي ال تي سي فيها امان الثبات، عادي، ويندوز ديفندر وكل الثبات حاجه. والامان اهم نقطتين في ودول الويندوز. مهمين جدا يا هندسه، انا كمستخدم عادي عايز الاثنين دول. اه الثبات والامان اهم حاجه النقطتين دول. الامان ان انا محدش يخترقني، لان انا عندي كل الرقع او الثغرات الامنيه كلها متقفله ومتامنه واموري تمام. طيب تاني نقطه الثبات، عشان مثلا ما يبقاش شغال فجاه كده الاقي جهاز الكهرباء فصلت الويندوز وقع. ليه وقع؟ مفيش بقى لا ريستور بوينت ولا في مثلا امان ولا ثبات ولا بتاع، فجاه كده الويندوز طار. فاهمني؟ فلو ويندوز بيور نضيف لا هيشتغل معاك عادي، وحتى لو الملف المسؤول عن البوت والاقلاع ضرب بيعمل ريبير وبيشتغل معاك عادي، تقدر ترجع الريستور بوينت وتقدر الله تشغله. ينور يا هندسه. لكن اللايت انت هتدخل يقول لك انا ابوها كبير ثبت ويندوز جديد. فاهمني؟ فاهمك يا هندسه. طب معلش، من شويه كنت حضرتك بتقول بتستخدم نسخه الاطلس، اصلا دي زي ال تي اس سي ولا دي حاجه تانية ولا دي ايه؟ اطلس اللي عاملها عبد الله اكسبريستو اللي على زيزو، من رأيي وفي رأيي أحسن واحد عربي بيعمل ويندوزات، ده في رأيي الشخصي. وأنا طبعا على طول الحمد لله لا بخاف من حد ولا بقول يعني بطبل لحد ولا معرفش عبد الله أساسا ولا شفته، واخد بالك؟ لكن عبد الله توب التوب في مجاله، وفي رأيي أحسن من ناس كتير أجانب، بيقارن بالأجانب. من بعده عندك سعيد اللي هو انختك، أسطورة أسطورة، بس عبد الله التوب لحد دلوقتي. عندك بعديهم احمد الفنان، بس احمد الفنان ده في غيبوبه ربنا يعينه، يعني ايه، مضغوط وهري كتير عنده في حياته، مش فاضل القصص بتاعتنا دي. بس لو رجع لا ده داهيه، داهيه. الراجل ده من 2001 كان خارب الدنيا، ما بالك دلوقتي؟ فبما يرضي الله وكلمه حق تتقال، اسطوره، واخد بالك؟ ربنا معاه يا رب يا هندسه.
اسطوره. استنى بقى، خليني اكمل المسيره بتاعت الرجاله دي. اه عندك لا ماشي هندسه كام. عندك من بعديهم في عندك محمد صلاح. محمد صلاح برنس من الناس التوب برضه. بس استنى، اسماعيل نداف يعني بعد الناس دي. بعديهم على طول محمد صلاح. اسماعيل نداف ده رقم، يعني مش هقول لك رقم واحد، رقم واحد ده عندي بالنسبه لي يعني توب التوب. لكن هو برنس بما يرضي الله، استاذ واسطوره. بعديه محمد صلاح. بعد محمد صلاح هتلاقي في عندك اسمه ايه ده، محمد من الفيوم، من عندنا شاب صغير كده باين 18 20 سنه، والله ما فاكر اسمه، بس هو اسمه محمد بدران على ما اعتقد. محمد بدران برضه دماغه عاليه. الميزه ان كل الناس اللي انا قلتها في الاخر دي، بعيد عن نداف اسماعيل نداف، محمد بدران ومحمد صلاح، نسخه طبق الاصل من الفنان، بس بلمسه كل واحد فيهم. يعني الفنان الاصل ودول اللايت بتاعه، واخد بالك، بس بلمستهم هم بقى. فتلاقي كل واحد ليه دماغ معينه. بس انا في رايي محمد صلاح الواد ده لو هوبا هيخربها. وبرضه ما ننساش سعيد انختك، اسطوره ودماغ عاليه جدا. ولكن عبد الله اكسبريستو التوب، مع ان سعيد حبيبي واخويا والدنيا جميله. الاسطوره عبد الله اكسبريستو. انا كل ده انا ما ذكرتلكش نفسي في اي حاجه، انا بعيد عن القصص دي خالص. ايوه انا ابيض لسه مستني يا هندسه. ده انا ما بقارنش نفسي باي حد، الحمد لله انا اقل من الكل، واخد بالك. بس طب يا بحب هندسه ادي لكل واحد ماشي. حقه. اتفضل يا باشا. صح يا هندسه. طب يا هندسه معلش يعني انا اتفضل. عشان برضو نجاوب على الناس، انت حضرتك تقدر تنصح بالاطلس دي لجهاز تعبان ولا لازم جهاز قوي زي البرو كده الاطلس انا شغال مثلا، بيها او على حد عايز جهازي. ينزلها يعني؟ لحد دلوقتي جهازي الشخصي ألف الألف، ويندوز محترم ورهيب وخفيف، ما فيهوش سيرفيس كتير ولا خدمات كتير ولا حاجة مثلا بتقل الجهاز ولا الكلام ده. تمام. بالمناسبة الناس اللي موجودة معانا في البث، احنا بنسجل كل اللي احنا بنقوله ده وهنرفع الفيديو ده على اليوتيوب. عشان كده انا حتى لو تلاحظوا الناس اللي رفع ده عايزة تتكلم، انا يعني مخلي واحد بس اللي بيتكلم، لان احنا ماشيين على لستة كده اسئلة وبنرد عليها واحدة واحدة. فمعلش اعذرونا يعني. كمل يا باشا انا معاك. تمام يا هندسه، الحمد لله انا كده فهمت من كلامك كله وعرفت امكانيات الجهاز. وعلى حسب اللي انت بتقوله ده، انا مثلا لقيته جيل رابع رامات 8 وعندي اس اس دي، فالدنيا ولعه يعني، الدنيا ولعه وحلوه معايا. 10 على فانا عايز طول. انزل ويندوز 10 64. 10 بالظبط، 64 انزله سواء. بقى ازاي يا هندسه؟ ازاي نبحث عنه قصدك؟ يعني في الاول خالص ازاي اعرف احطه في انهي هارد وما اتلخبطش اثبته على الاس اس دي بدل الاتش دي دي ما من هي الاول خالص بقى يا هندسه. الطريقه ديت احنا هنحتاج نعمل لها فيديو خاص بيها، واشرحها لك على في ام يا اما على جهاز فعلي. الفيديو ده كده داخل في ساعه الا ربع، واخد بالك. خلاص فاحنا طب يا هندسه اللي انت عايزه. عايزين ازاي ناخد اجيب النسخه الاول؟ عايزين ناخد كل يعني مثلا احنا في كده عندنا ايه الفرق بين الاتش دي دي والاس اس دي، ده واخد خلاص بالك. حضرتك يعني لمحت بيه كده يعني في لا السرعه لسه يا يعني معلم، في سريع. حاجات تانية اهم. هديك ماشي. المفيد فيه في زيتونه كده تاخدها حقنه كده على السريع. بص يا جميل، الاتش دي ماشي دي يا هندسه. محترم في تخزين الداتا. الاس اس دي ملوش علاقه بتخزين الداتا خالص. ده عامل زي الفلاشه، فجاه ممكن تتحرق، يجيب لك كده ان هو مش موجود، حته حديده كده سودا قدامك. تمام. فالاس اس دي مش امن. الاس اس دي مش امن لتخزين الداتا. الاتش دي دي، خلينا هنا بقى كده، اس اس دي مش امن لتخزين الداتا. الاس اس دي، الاتش دي دي امن لتخزين الداتا. الاس اس دي مش امن لتخزين الداتا. تمام كده. الاتش دي دي عمره قصير. عمره قصير من ناحيه لو انت ماسكه كده في ايدك واتخبط خلاص ممكن باظ. لا تعرف تجيب داتا من عليه، ولو هتعرف هتجيبها بمبلغ كبير، لان في ناس مخصصين لاسترجاع الداتا هينفخوك، واخد بالك. اما الاس اس دي وقع في الارض هشيله هيشتغل عادي معايا زي الفل، وسرعه نقل فيه عاليه. طيب ايه الفرق بين سرعه نقل الاتش دي دي والاس اس دي؟ 10 مرات سرعه توصل للاس اس دي. يبقى الاس اس دي اسرع من الاتش دي دي 10 مرات اقل حاجه. الاتش دي دي في ويندوز 10 او 11
يشتغل معاك من دقيقة لدقيقة ونص بداية الإقلاع. أنا فصلت. الاس اس دي، كمل عندك. الاس اس دي يفتح معاك في 7 ثواني، 8 ثواني، 9 ثواني، 15 ثانية لما يبقى نوعه رديء جدا وسرعة القراية والكتابة فيه بطيئة. تمام كده؟ وده في حد ذاته حاجة توب التوب. ولذلك احنا بننصح انك تجيب اس اس دي حتى لو حجمه 128 جيجا بينزل عليه الويندوز بس، ونحط جنبه هارد اتش دي دي 1 تيرا 2 تيرا 4 تيرا 6 20 ايا كان المساحة بتاعتك لتخزين الداتا. واضح كده؟ ده للويندوز وده للداتا. الاس اس دي للويندوز والاتش دي دي للداتا بس. ده بالنسبه لموضوع الهاردات. ايه الفرق بين الهاردات الاتش دي دي والاس اس دي؟ تمام. مساحه الهارد ديسك اللي هتثبت عليه الويندوز بتفرق. ما يبقاش الويندوز اصلا الدبليو اي ام او الاي اس دي مثلا حجمه بعد الضغط 17 18 جيجا وبعد الفرد كله داخل في 19 جيجا، تروح انت حاطط ال 19 جيجا ديت على سي بس حجمه 20 جيجا وتقول لي الجهاز مخنوق. ما هو لازم يتخنق، الجهاز بيموت تحت ايدك، مش قادر يفرد ملفات التمب وملفات البيج فايل والبريفريتش والحاجات دي، مفيش، مخنوق. هيعمل ايه؟ فاهمني؟ تيجي تشغل فيديو اغنيه ما يشتغلش بسبب كده. فلازم المساحه تبقى كبيره. ويستحسن ان انت ما تقسمش الاس اس دي بارتيشنين، يستحسن، لكن هو عادي تقسمه 2 3 انت حر عادي. لكن الصح ما تقسمهوش. ليه؟ انا كفني صيانه عارف ان الاس اس دي ده للويندوز، مخصص للويندوز فقط. فانا ممكن ادخل لو انا دماغي تعبانه بدل اشمل لك الاس اس دي كله، لان انا عارف ان الداتا على الهارد اللي تحت اتش دي دي. فاهمني؟ فما يجيش في دماغي ان في داتا في الاس اس دي. طبعا انا بالنسبه لي بحرص من النقطه دي، لكن بالنسبه لك صعب، ممكن تعدي منك. وضحت دي كده؟ وضعت يا هندسه تمام. يعني انا على قد ما اقدر ما اقسمش الاس اس دي، سيبه بارتيشن واحد بس، حته واحده. ويا ريت لو انت يوزر عادي، هات لك هارد 120 جيجا اقل حاجه في الاس اس دي. لو انت بتشتغل تصاميم واوتوكاد والشغل بتاع المهندسين المعماريين اقل حاجه 256 وطالع لحد 1 تيرا مثلا. ليه؟ لان البروجكتات اللي انت بتشتغل عليها والكاد والحاجات دي بترندر على السي، لان على الاس اس دي اسرع. وبعد ما تخلص احفظ البروجكت بتاعك على الدي. فانت بتحتاج اقل حاجه 200 جيجا تحط فيها الشغل بتاع الترندره بتاعتك. واضح دي؟ تمام يا هندسه، الله ينور. طيب احنا كده يعتبر مفيش عندنا الا ازاي تبحث عن الويندوز بنفسك، وايه هي المصادر اللي انت ازاي اجيب الاي او النسخه، وازاي بعد ما تجيب الويندوزات والمصادر والكلام ده كله. طبعا انا هنشر لك مصادر معتمده باذن الله سواء مني او هنبحث اصلا مع بعضنا على جوجل، وهعمل نفسي كأن انا وانت واحد، يعني قاعدين ندور، مش داخل على حاجه بعينها، هدور زيك. هدي لك المصدرين، مصدر من عندي ومصدر هدور انا وانت بقى ندور على جوجل مع بعض. دي نقطه. وتاني نقطه هيبقى ازاي اعمل الويندوز بوت على فلاشه، وازاي اثبت الويندوز وانا لسه بطيخه. خلي بالك كل اللي انا بتكلم عليه ده مستوى البطيخه، انسان قاعد ابيض، بنت يعني يا دوبك بس جالها لابتوب وعايزه تشتغل وتتعامل. اتفرج على الفيديو ده، مخصص للي زيك، مع ان انت اصلا مطبخ يعني، بس يلا على الله، ربنا يعينك على اللي انت فيه. تمام؟ مخصص للمبتدئين الفيديو ده، اساسيات فقط. واخد بالك معايا كده يا عم احمد؟ معاك يا هندسه. نشوف الحوار المصادر بنجيب منين ولا الفيديو الجاي؟ موضوع المصادر وازاي تثبت الويندوزات نخليها في فيديو تاني، لان ده كده داخل في 50 دقيقه اهو. تمام؟ وانا متكيف منه قوي، احسن من الفيديو اللي انا كنت مسجله قبل كده، والصوت هيبقى واضح فيه. وانا بشكرك جدا 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 على اسلوبك معايا واسئلتك الجميله دي. وباذن الله هنشوف برضو التعليقات بتاع الناس، لو حد لازمه اي سؤال او في حاجه او معلومه او غلطه انا قلتها في اللي انا اتكلمت فيه من شويه يصحح لي ويقول لي، وانا برضه احاول افيده تاني، لان انا ما بغلطش، انا جاحد التوب. واخد بالك؟ ده حته كبر دي، بس ده غلط مني، بس انا بهزر يعني. والله انا اللي بشكرك والله يا هندسه، يا رب يفيد الناس والله بجد. ممكن بقى مش عارف لو حضرتك عايز تخلي الناس تتكلم، حد حابب يضيف حاجه بتاع بقى. هو كده 49 و26 ثانيه، معلش. هو زي الفل كده يا هندسه، ممكن توقف، ولو حد احتاج تضيف حاجه مثلا حته صغيره مثلا ضيفها، لا خلاص. يلا يا باشا، ايقاف مؤقت اهو. طيب الاخ يوسف هنا بيسأل سؤال، بيقول فيه
قول كده يا استاذ يوسف سؤالك. كيس اكورد كيو عليها 4 جيجا رام ومنزلين نسخه ال تي اس سي. في الاول كانت سريعه جدا، تفتح الوورد بسرعه، البراوزر بسرعه، بعد كده بقت تقيله. جهاز كورتيجيو تحليل رام حرارة. 4 وشغال على ويندوز ال تي اس سي، في البدايه كان سريع ودلوقتي بقى بطيء. ده الطبيعي في ويندوز 10 كله، او في 11، او في كل ويندوزات مايكروسوفت عامه كلها بتبقى كده. اول يوم اكس، تاني يوم تبدا تبقى بطيئه معاك، تالت يوم تبطأ في رابع، وهكذا. ليه بقى؟ كل ملف وكل برنامج انت بتفتحه بيفرش ملفات في السي. ما سألتش نفسك قبل كده ان هو الويندوز اول ما نزل في 16 جيجا رام، 16 جيجا مساحه، بعد اسبوع بتشوف السي حجمها قد ايه، بتلاقيها 24. طب جاب منين الحاجات دي؟ طبعا بيجيبها من التحديثات بتاع مايكروسوفت. طب لو انت قافل التحديثات برضه الحجم بيكبر، بتلاقي دخل في 20، 18، 22. ليه؟ لان الملفات اللي انت بتفتحها بترمي التمب والبريفريتش والحاجات اللي هي الخاصه، المخلفات بتاع البرامج بتترمي في الايه؟ في المكان، في السي، تتفرد في السي على صيغه كوكيز وتمب وبريفريتش والحاجات دي، او الريسنت والحاجات اللي هي بتبقى ايه، يعني مخلفات الويندوز بمعنى صح. ولذلك في برامج معموله لتنظيف الملفات دي ويخلي لك الجهاز سريع. طب هل انا برشحها لك؟ لا، انا ارشحها لك تستخدمها مره واحده بس، نزلها على الجهاز زي السي كلينر مثلا، تنزل تعمل فحص تنظف جهازك، احذفه في نفس الدقيقه بعد ما يخلص. ليه؟ لان البرامج دي بتاخد الداتا بتاعتك يا معلم وتبيع، تاخد وتبيع، وبناء عليه يظهر لك اعلانات بعد كده في الويندوز خاصه بالحاجات اللي هو سحبها من عندك. اعلانات بقى ومايكروسوفت والهريه دي قصص تانية كده مالناش دعوه بيها دلوقتي. تمام كده؟ فده الطبيعي ان الويندوز يبقى تقيل معاك بعد كل استخدام. اسبوع، اول اسبوع يختلف عن تاني اسبوع، عن تالت اسبوع، عن رابع اسبوع. ولذلك مايكروسوفت بتحاول تحسن الامور دي في التحديثات. تحديثات تقفل لك رقع امنيه وثغرات امنيه عشان محدش يخترقك عن طريق اي ثغره مثلا او بورت مفتوح او الكلام ده، وفي نفس الوقت عشان يخلي الويندوز يبقى سريع معاك وتحس ان الجهاز فاق. لكن الحجم بيزيد بتاع التحديثات حتى لو التحديثات القديمه اتحذفت، بس برضه الجهاز بيتقل معاك بعد فتره. فدي طبيعه مايكروسوفت ومشكله في مايكروسوفت، عكس بقى لينكس والماك والحاجات دي ما فيهاش الكلام ده خالص. جاوبتك باستفاضه. باشمهندس، اتفضل يا باشا. معلش، في الحته اللي هي بتاعت الويندوز، ازاي اعرف ان الجهاز امكانيته تاخد ويندوز كام وكده؟ في جهاز ديل اللي هو الانتل سيلرون ده، عمال اجرب له في نسخ وهو رامته 2، حطيت له رامه كبيره سيلارون شويه مش قابل. باختصار سيلارون يبقى عايز ويندوز 7 ستارتر 32 مش 64. وستارتر لازم الستارتر. تمام. ايه الستارتر ده؟ الستارتر ده عباره عن نسخه مخففه لايت، ومش لايت ده سوبر لايت كمان، من ويندوز دي 7. اجيب. استنى اتقل بس عليا، الجروب عند احنا حضرتك بنسجل، ديت؟ اتقل عليا، احنا ماشي بنسجل فيديو. ماشي تمام. حبيبي، ماشي. ويندوز 7، اكتب كده في جوجل ويندوز 7 ستارتر 32. تمام. وموجوده تمام. هنا في الجروب عندي. ومع ذلك هي دي اللي تنفع للاجهزه الكحيانه جدا، لان ده اخف اصدار في ويندوز 7. ولكن عيوبه ان في مميزات متشاله منه. يعني تيجي تدوس كليك يمين مثلا بروبرتيز او الاختيار اللي بيجيب لك الخلفيات والسمزات، مش هتلاقيه، مش هتعرف تغير خلفيه الا كليك يمين ست باك جراوند بس. فاهمني؟ يعني ما فيهوش الخصائص الكامله. ليه؟ لان هو مخصص للاجهزه اللي هي ايه، السيلر اللي معاك دي. وضحت كده؟ تمام. الفيديو ده وصل كده 53 دقيقه، 54 دقيقه مثلا، 6 دقايق بالظبط اقفله ساعه ونفنش ونرفعه على كده، ويبقى ده اول جزء في القصص اللي احنا اتكلمنا فيها دي كلها كده. استاذنكم، احمد امام عنده سؤال. تعالى يا عم احمد اتفضل. طيب كده بإذن الله احنا خلصنا كل الأسئلة اللي كانت متاحة معانا. بإذن الله الفيديو اللي جاي هنبدأ نبحث بنفسنا على جوجل عن الويندوز اللي احنا عايزينه، سواء اكس بي او 7 او 10 او 11. تاني نقطة، هدي لك المصدر بتاعي اللي انا شغال بيه. تمام. والويندوزات اللي اديها لك بتدعم كل الأجيال الحديثة مع اعتماد اليو اس بي 3 و 3.1 و 2. تمام. عشان المخارج اليو اس بي اللي هي الزرقاء والكلام ده. وفي نفس الوقت ويندوزات 7 تدعم معاك الاجيال الحديثه، يعني تشتغل جي بي تي او يو اي اف اي، ويدعم معاك ما يجيبلكش شاشه زرقاء باذن الله. تمام كده. ده كده اخر فيديو او اخر يعني حاجه في الفيديو معانا. قول يا باشا اتفضل.
المشكله دي فعلا بتقابلني بقى، خليها الفيديو الجاي فعلا. انا بسطب ويندوز 7 على جهاز جديد ما بيقبلش. ما هو عشان الجهاز جي بي تي وعالي، والويندوز اللي معاك 7 يعني مش هيدعم الساتا واليو اس بي 3 والحاجات دي. هنظبطها بيبقى في باذن طريقه الله. بقى هندسه ولا لا؟ حتى حاولت ام بي ار ما ينفعش برضه. لا لا، في ينفع على الام بي ار ينفع. هشرح لك تمام يا في كل هندسة. الحاجات دي هتتشرح باذن الله. كده الفيديو ماشي يا 55 هندسة. دقيقه. لو اي حد من اللي اتفرج على الفيديو عنده اي استفسار ولا حاجه، استاذنك اكتبها لي كده في كومنت، وباذن الله هنطرحها زي ما احنا عملنا المره دي كده. وقول لي برضو التصوير ظابط معاك ولا لا، وكده احسن ولا كده احسن، بحيث ان انا اتعامل معاك بنفس الطريقه ديت بعد كده. يلا، سلام عليكم.